قلت عليا من طاكوس ومن بيتزا، ها الصح والمعقول. كدابه. صباح النور الغزالات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم معكم واحد الدواء ديال البرد، ولكن هو ماشي الدواء ديال البرد، ولكن حد كيتعاشر في هذا البرد، اللي هي البصاره، اللي كلشي كيبغيها وكيموت عليها، وخصوصا تحت الطلب ديال واحد المتتبعين عزازين عليا. قلت غادي نشاركها معاهم. كل واحد كيفاش كيدير ليها، كاين اللي كيدير الفول بوحدو، كاين اللي كيدير الجبنه بوحدها، كاين اللي كيمزجهم بجوج بيناتهم. انا غادي نمزجهم بجوج بيناتهم، الجبنه والفول. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. المهم انا هنا عندي نص كيلو ديال الفول، وما باقي كملته بالجبنه، تقريبا شي رابعه هكاك ولا اقل من رابعه. عندي هنا في التوابل نحتاج غير الملحه، كمون، تحميره، 4 دروج ديال الثومه. الملحه غنخليها هي الاخرى. وعندي قل من نص كاس ديال زيت الزيتون، لانه حتى مازال غندير نغطيه غتطحن، غنزيد فيها الزيتون، زيت الزيتون عفوا. دابا غادي ندير هادشي كلشي في الكوكوط وغادي ندخلو نديرو يطيب. المهم هاهي غادي نضعف في الكوكوط. دابا غنضيف داك نص قل من نص كاس ديال زيت الزيتون. هي ما كتاخذش الوقت بزاف، دغيا كتوجد. كما قلت لكم ديت التحميره والكمون و4 دروج ديال الثومه. وغادي نزيد الماء اللي غادي تغطى ليا، وزيدوا شويه مازال تفوتها شي واحد شويه. دابا غادي ندخلها بحال هكا، ندخلها في الفران، نديرها فوق البوطه. المهم ها هي البيصر ديالي من بعد ما طابت، ها كما كتشوفوا. غادي نطحنها بالبغا ميكسور. قاديت الخيط. دابا غادي نطحن هذا البيصر بالبغا ميكسور، ونبغي نطحن على القاس، كل واحد كيفاش كيبغيها تكون. كاين اللي كيبغيها تكون باقا شويه فيها الطروفه. ومن بعد غادي نضيف لها زيت الزيتون بزاف الكلاص، والسودانيه اللي كيبغيها، وشويه الملح الا كانت خاصها مليحه. وغادي نرجعها الفرن عاوتاني ملي ندير لها المكونات. هذه اسرع بيصه. هاي من بعد ما طحنت هاد البصاره، هاي كيف ما كتشوفوها. غادي نزيد غير شويه الماء باش تخفف ليا. غادي نزيد السودانيه، ما تكتروش من هاد السودانيه حيت حاره. ونزيد شويه زيت الزيتون. هاي صافي. دابا غنحركها بالمعلقه، وغادي كما قلت لكم غنزيد شويه الماء ومليحه بطبيعه الحال. وهنا معكم في التقديم ان شاء الله. المهم غنزيد مليحه وشويه كمون، تقريبا معلقه. المهم في الاخر غتذوقوا كل واحد على حساب القياس الملوحه اللي كتبغي. صافي غنحركها شكون مزيان. كتحمقني انا هاد البصاره.
وكله شعبيه. تاكلها بالخبز ولا بلا خبز؟ انا نختار ناكل بالهكا. انا غادي نجي معكم البصاره ديالتي من بعد كما قلت لكم زدت لها شويه الميها باش تخفى فيا. ها هي، هذا هو دواء البرد، ولكن راه ماشي دواء البرد، هما كي حيت كتعاشر مع البرد داكشي علاش كيسميوها دواء البرد. ها هي يا سلام، انا من معجبين ديال هاد البصاره، كنحماق عليها بالخصوص. انا دابا انا غناخدها عا بالمعلقه. ماما دوزها بالخبز حيت ماما خبازه. هاي كيف ما كتشوفوا يا سلام. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها لانها لذيذه لذيذه لذيذه. متشبعوش منها. حيت عليا من الطاكوس ومن البيتزا، ها الصح والمعقول. كدابه. هاهي واجده في الجبيبنات، اللي كيبغي السودانيه غيدردرها. انا بعدا ديجا بانيت كنحماق على السودانيه، كل واحد كيدير على حساب قياسو. وغادي ندير شويه زيت الزيتون من الفوق. غير خويطات. كتعجبني بحال هكا انا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم وتجربوها بصحتكم وراحتكم.